اكو مجموعه لاعبين والله في دوري الشباب، مثلا عندنا في شباب نادي الشرطه او في شباب القوه الجويه ايضا، هذا الفريق المميز، الزوراء ايضا مميز. نتوقع ان ذولا راح ينفجرون مثل ما قوقيه عندنا في من الفئات العمريه، من الناشئين للشباب. الكابتن حسن محمود الصراحه اللي اكتشفه في نادي الشرطه، اكو نوعيه لاعبين، لكن وينهم؟ انتم شلون عرفتوا قوقيه صدق؟ قوقيه انت جبتها، قوقيه طفل روح مرحى موهوب. في بعض الاحيان عدم الاحتواء، بلاعيمنا راحت وتعبنا، انه يا اخوان وقعوا لنا ذولا فد 5 سنوات. هاي الادارات نادي الشرطه، مو اداره نادي الشرطه، الى ادارات نادي الشرطه، باعتبارنا انه انا والكابتن يونس عبد علي والكابتن فيصل عزيز كمشرفين على الفئات العمريه، فنعرف هذا. يابا وقعوهم. كان وياهم علي جاسم يمكن، مو؟ علي جاسم يعني من ضمن اللاعبين ايضا بالبدايه. فيا اخوان هذا نعرف وين راح يوصل، وهذا نعرف وين راح يوصل، فوقعوهم. كان الهدف انه هو احنا لازم ننافس، فمن النافس ما نجيب شباب. وبالتالي قوقيه اليوم واحد من نجوم الكره العراقيه. صح. اللي اعتب عليه سيف. ليش؟ اعتب عليه لانه انت ترعرعت في نادي الشرطه، ردات فعلك اليوم عندما تمثل كيان مثل الزوراء، الزوراء يعني اعتبرها الجويه والطلبه، لكن في بعض الاحيان خلي شويه بداخلك انه هذا النادي صاحب فضل عليك. بدايتك ب يعني انزعج لان احب قوقيه اني. واخر شيء انه انا كمشرف على شباب الشرطه هو عندي في شباب الشرطه، لذلك ردات فعله والرقص الزايد والاحتفاليات لا، خلي لك ممكن في اي لحظه ترجع لنادي الشرطه. مأثرة بيك قضية احتفاله بالمباراة الأخيرة الزوراء ضد الشرطة؟ انزعجت جدا، انزعجت. ليش؟ ممكن غير لاعب ردات فعل، لكن انت ردة فعلك قد يكون شخص او شخصين او 3 بالاداره ما اقتنعوا انه انت تجي للشرطه في فتره معينه، لكن انت ما تقدر تعمم. حالك حال اليوم من يسيء لك جمهور سواء باربيل او بالميناء او هاي، تقدر تعمم؟ مستحيل. لازم يطلع وجهه نظر الاداره بذيك الفتره انه ما رادوا قوقيه، انطوا اعاره للكرخ وبعدين رجع.